بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بوريكم درس جديد وهو التدريج العكسي. اول شيء ناخذ رقم كبير، يكون يعني رقم 3 ولا رقم 4، ونشيل به لين فوق اخر الجوانب. نبدأ من الرقم الكبير وننزل لين الرقم الصغير، يعني بهذا الشكل. نشيل رقم 3، انا حطيت هنا رقم 3 يعني، واشيل به هنا الجوانب كلهم، بنشيلهم برقم 3. انا بعدل لكم هذا الطرف الثاني بتعدلوه انتو نفس الشيء. هنا عندي رقم 3، نمرة 3. الحين بحط نمرة 2، ونشيل بيها، نخلي بينها وبين اللي فوق شوية، بس ما نوصل آخر لين وصلنا قبل، بس شوية نفس ما تشوفوا هذا الشكل. ركبنا المشط رقم 2، ونشيل بهذا الشكل بشوية بشوي. الحين زدناها النص، بس ما تشوفوا ماكينة، زدناها النص، صارت على نفس ما تقولوا 2.5 بهذا الشكل. الحين بنجيب مشط رقم 1، بس ما شوف رقم 1 وين بنشيل، بس هنا هذا الطرف هنا، ونمشي عليه بهذه الطريقة. تشوف التدريج بدأ يبين التدريج. الحين زدناها نص، 1.5، نشيل بيها شوية الخط اللي باقي مبين بينهم. هذه أسهل طريقة للتدريج، مش نفس الطريقة العادية اللي نبدأ من الصغير للكبير، لا هذه أحسن. الحين شلينا المشط مرة، ونشيل بها هنا نفس ما تشوفوا. ايوه، هذا الشكل، هذا الشعر تدرج قدامكم نفس ما تشوفوا. شوف التدريج كيف ممتاز. بهذه الطريقة أسهل طريقة. بعدل لكم بعد هذا خلي الخلف نفس ما تشوفوا. رقم 3 أكبر شيء، موجود رقم 4 يعني بعدين، بس أنا حطيت رقم 3 يعني. اخواني، القناة عليها فيديوهات كثيرة، لا تنسوا الاشتراك معنا يعني في القناة لين يوصلكم الجديد دائما. أي سؤال، أي استفسار، أي شيء خلوه في تعليق تحت الفيديو، تحت الفيديو. نفس ما تشوفوا هنا رقم 3 نشيل بها هنا يعني. وبعدين نركب مشط رقم 2، نسوي نفس الطريقة اللي سوينا في الأول، ما نرفع، نخلي يعني شوية بين الرقم 3 والرقم 2 بهذا الشكل، ونزيدها بعدين رقم النص، يعني بتصير 2.5. أظن أن الفكرة مفهومة، واللي ما فهم شيء يخلي لي تعليق تحت الفيديو، بحاول أشرح له. الحين بنركب مشط رقم 1، نمرة 1. بعد ما نخلص باثنين يعني بنركب رقم 1. هذه رقم 1. شوف وين بنخط بنا هذا الخط اللي حطيت لكم بالمشط لين هناك تقريبا. شوف التدريج بدأ يوضح الحين، شوف كيف طريقة التدريج بدأت توضح يعني. نزيدها النص، نحاول نشيل بها شوية هناك.
يعني هذه طريقة سهلة كتير، وأحسن طريقة، أحسن طريقة للتدريج. ونشيل المشط نفس ما حطينا في الأول بهذا الشكل. شوف كيف صارت مدرجة ممتازة. اللي بغى يزيد يزيد، يعني بغى تزيد تنقص من القاسات تزيد، بس احنا على حسب رغبة الزبون، ما يبغى كتير يعني تدريج كتير، ما يبغى الصفر. حطينا على الواحد بالمشط، وهنركب المشط نحاول نشيل شوية منها. الطرف الثاني خلاص بنعدله نفس الطريقة. الحين شفتوا الطريقة، عرفتوا الطريقة. الطرف الثاني بنعدلها نفس الشي. هنا بنجيب المقص ونشيل هذا الخط اللي رابط بين رقم 3 وبين الشعر الفوق. نفس ما تشوفوا نرفع ايدنا بالمشط، اول شي يكون نازل وبعدين نرفعه. إذا شفنا شي يعني زايد نشيله بهذا الشكل، نرفعه. ونستمر يعني نشيل الخط كله. بس ما تشوفوا الخط تقريبا نشال كله ولين ما نخلص، وبعدين نقص الشعر اللي من فوق. هذا الشكل دايما نرفع ايدنا فوق وبس مكان الخط يعني. نفس ما تشوفوا الحين يعني الخط كله انشال. واستمروا بهذه الطريقة. وخلاص شعري من فوق نقصها بالأصابع ولا نقصها بالمشط والمقص، كل واحد يعني على حسب رغبته. ونفس الطريقة من الطرف الثاني. وبهذا نكون خلصنا هذه الحلقة، ونتمنى تشوفوها هي قدامكم موجودة. شوف التدريج كيف. ولا تنسوا اخواني المشاركة في القناة، ونتلاقى ان شاء الله في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.